اخر الشهر بقى والمصروف قرب يخلص مننا. تعالوا بقى نعمل اكلة اقتصادية وجميلة ومغذية، الكشري الاسكندراني او الكشري الدمياطي. هقول لكم بقى على تكات وتركات تخلي الكشري بتاعك مفلفل كده من بعض، لان كتير بيقولوا لي احنا بنحبه بس بيطلع معانا مش مفلفل، بيطلع معانا معجن. وكمان بقى هنعمل جنبه شوية بيض مدحرج وحبة الورد الحلوين دول التقلية. تعالوا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتشوفي مطبخ بيبو، لايك يا جميلة للوصفة القمر دي، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفة جديدة من قناتي، ولينك الفيسبوك هسيبه لكم مثبت في أول كومنت. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة معايا هنعملها التقلية. التقلية بتاعتي بقى أنا بعملها بطريقة مميزة جدا. طبعا أول حاجة كمية البصل بتاعتك على حسب كمية الكشري بتاعك، تمام؟ لو بتحبي التقلية زودي شوية. طبعا التقلية عشان تطلع معاكي حلوة جدا لازم تجيبي البصل الأبيض، بلاش البصل الأحمر. وتركتي بقى المميزة في عمل التقلية هي قطعة الشيبسي. اولا بتنجز معايا جدا جدا لو معايا كمية بصل كتيرة حابة اعمل تقلية كتيرة. تاني حاجة بتطلع كل البصل بتاعي الحلقات كلها سمك واحد، لكن لو هتقطعيه مش هيظبط معاكي قوي. فحاولي لو انت عندك قطعة الشيبسي استغليها واعملي بيها التقلية، سواء بقى الكشري الاسكندراني بتاعنا القمر ده او الكشري المصري العادي. بجد بجد هتظبط معاكي التقلية وهتخليها في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده كل حلقات البصل رفيعة جدا، السمك بتاعها واحد، مفيش بقى واحدة تخينة واحدة رفيعة. ولكن برضو لو ما عندكيش قطعة الشيبسي دي هتقطعيها طرنشات، وحاولي بس تظبطي سمك الطرنشات بتاعة البصل عشان التقلية كلها تاخد سوا واحد. والبصل كل ما كان رفيع بتاع التقلية مش هيشرب معاكي زيت وهيبقى مقرمش. التركة التانية بقى علشان خاطر البصل بتاعك يبقى مقرمش وجميل ومش ماسك في بعضه ومش شارب زيت، تحطي معلقة كبيرة من الدقيق. بلاش تحطي نشا، النشا بتنشفه كده وبتخلي طعمه مش حلو. هي معلقة كبيرة من الدقيق هتظبط معاكي التقلية بتاعتك وهتخليها مقرمشة كده وتحفة. حلة بقى على النار وهنزل بشوية زيت حلوين، يعني حبة زيت كتيرة شوية علشان خاطر اقلي التقليه بتاعتي فيه، وكمان هستخدمه لباقي الكشري. هبدا بقى اقلب كده، والنار لازم تكون عاليه معايا مش واطيه علشان التقليه بتاعتك تظبط وتاخد كلها لون واحد. خلي النار بتاعتك عاليه جدا وانت شغاله، ومع التقليب المستمر وانت بتقلبي بقى حاولي كده تفكي حلقات البصل من بعضها. خليكي بقى تعملي شويه تقليه خطيره، بجد بجد هتظبط معاكي. التقلية بيسموها في محلات الكشري الورد، يعني ممكن كده وانت بتطلبي وبتحبي التقلية زيادة يقولوا ايه هات ورد زيادة. شايفين الجمال بقى؟ خلاص كده خدت لون واحد، وزي ما انتوا شايفين كده لونها كهرمان، لونها ذهبي فاتح، هو ده اللون اللي انا عايزاه. هتبدأي بقى تروحي موطيه النار على طول، وتكوني بقى مجهزة طبق عليه مناديل من المطبخ علشان تطلعي التقلية عليه على طول. المناديل هتشرب اي زيت موجودة في التقلية. شايفين جمالها وحلاوتها؟ الله على جماله. تعالوا بقى نشوف المقادير المظبوطة للكشري الاسكندراني او كشري بالعدس الاصفر زي ما بتحبوا تقولوا. معايا بقى هنا 3 كوبايات من الرز. هغسل الرز بتاعي كويس جدا، وكل كوباية من الرز هتاخد نص كوباية من العدس. يعني الكوباية اللي هتعيري بيها الرز هي اللي هتعيري بيها العدس. لازم كمية الرز تكون ضعف كمية العدس علشان خاطر يبقى حلو كده معايا ومفلفل، وطعم العدس باين معايا والرز كمان. هنغسلهم كويس جدا، الرز لوحده والعدس لوحده. تعالوا بقى نكمل الخطوات بتاعة الكشري العظمة ده. الأكلة دي أنا بحبها جدا. تعالوا بقى نشوف هنكمل الكشري بالعدس الأصفر ازاي. حل على النار كده فيها الزيت اللي احنا قلينا فيه التقلية، وهنزل بقى ببصلايه كده متقطعه صغير جدا. بصلايه تكون كبيره كده حلوه بتعزز جدا وبالطعم الكشري بتاعي. وبعد كده نزلت بفصين من الثوم. انا مش عايزه البصل بتاعي يصفر، يا دوبك بس يدبل شويه وريحتها تطلع مع الثوم. وهبدا انزل اول حاجه بالرز. ما تنزليش بالرز والعدس مع بعض، لازم تنزلي بالرز الاول وتدي بقى تقلبتين حلوين كده للرز بتاعك لحد ما يتغلف بالماده الدهنيه. ولما تسمعي كده صوت الرز بتاعك هو بدأ يخروش شويه كده، انزلي بقى بالعدس.
والعدس مش هنطول في التقليب بتاعه، هما تقليبتين بس ويبقى زي الفل. بالطريقة دي استحالة الكشري هيعجن معاكي. يبقى لازم ننزل الاول بالرز وبعد كده ننزل بالعدس لما نقلبه تقلبتين حلوين. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، التوابل بسيطة جدا، ملح على حسب الكمية بتاعتك، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان هنزل بمكعب مرق الدجاج بيخلي طعم الكشري بتاعه حكاية، لكن هو اختياري، لو مش حابة تضيفيه بلاش تحطيه، بس هو بصراحة مكعب مرقة الدجاج بيخلي طعم الكشري بيروح في حتة تانية خالص. كمان هتضيفي مع التوابل معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، انا بصراحة كنت نسيت احطها مع التوابل بس نزلت بيها بعد ما حطيت الماء المغلية. تعالوا بقى نشوف التسوية المظبوطة للكشري بتاعنا علشان خاطر يطلع معانا مفلفل كده وجميل. اول حاجة لازم المية تبقى مغلية، وهنزل بمقدار المية اللي يغطي الرز والعدس بتاعي. لو انت عايزة مقادير مظبوطة جدا، كوباية الرز عليها كوباية ونص من المية، يعني انا هنا حاطه 3 كوبايات من الرز، هحط 4 كوبايات ونص من الميه. هخليه بقى على نار وسط كده لحد ما ميه الكشري كلها تتشرب، ما تغطيش عليه من دلوقتي خالص. كده تمام، الميه بتاعه الكشري كلها اتشربت. هبدا بقى اهدي النار خالص واسيبه لمده من 5 ل10 دقايق، ما بياخدش وقت في التسويه علشان خاطر يطلع معايا مفلفل وجميل. على العين التانية كنت حاطه بقى البيض بتاعي بسلقه علشان خاطر ندحرجه. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ والله العظيم شوية كشري خطير. لو مشيتي بالتكات والخطوات بتاعتنا دي مظبوط هيطلع معاكي مفلفل، وكل اللي هياكلوا من ايديكي هيطلبوا مرة واثنين وثلاثة. بصوا الجمال عدى الكلام. شايفين اللون؟ شايفين الحلاوة؟ بصوا لونه اصفر كهرماني ازاي. شايفين التسوية؟ ولا معجن ولا اي حاجة، مفلفل وجميل. تعالوا بقى ندحرج البيض بتاعنا. معلقة كده من السمنة، او ممكن تحطي سمنة على زيت، وانزل بالبيض المسلوق بتاعي. خدي بالك بس تكوني موطية النار اول ما السمنة بتاعتك بتسخن، لان البيض بيقعد يعمل طرطشة كده شوية. ممكن تغطيه كده مفيش مشكلة، لكن انا بحب ادحرجه كده شمال ويمين، بياخد لون معايا بسرعة جدا. وتنزلي بقى بالتوابل اللي انتي بتحبيها، ملح وفلفل وكمون زي ما انتي عايزة. بس كده شايفين لونه؟ مش عايزه اقول لكم البيض ده بيبقى طعمه خطير، وبيبقى في منتهى الجمال جنب الكشري الاسكندراني او الكشري ابو عدس اصفر. يعني الاكله دي ما تنفعش الا ببيض مدحرج، هي كده كلها على بعضها. تعالوا بقى نقدم الرز بتاعنا كده بطريقه حلوه وشيك. في سيرفيس عندك هنحط الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، مفلفل وجميل ولونه لوحده ويفتح النفس. وهرص عليه كده البيض المدحرج بتاعي والتقلية كده، هيبقى شكله في منتهى الجمال. لو حابة كمان تعملي شوية صلصة جنب الكشري بتبقى طعمها حلو جدا، بس بصراحة هو من جماله مش محتاج اي صلصة. الصلصة بتاعته سهلة وبسيطة. فصين توم كده هتشوحيهم على النار، اول ما ريحتهم تطلع هتنزلي بعصير الطماطم بتاعك تتسبك معاكي، وهتضيفي عليها ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة كبيرة من الخل، وتاكلي بقى احلى صلصة جنب الطبق القمر ده. بس انا بصراحة من حلاوته وجماله هو ما كانش محتاج اي صلصة تحليه، هو لوحده كده حاجة في منتهى الجمال. عملت جنبه بقى شوية بتنجان مخلل وشوية طماطم مخللة، مفيش ولا احلى ولا اروع بجد. ولو لسه بقى ما حطيتيش لايك حطي لايك بسرعة واعملي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش في القناة، واكتبولي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.